كتير، ادي واحد. ثم سنة عشان نعمل حقل الطيران ده؟ لا 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 لا، انا بتكلم كلام بجد. اذا كنتوا انتوا عايزين تحسسونا ان احنا بنتحرك بالمعدلات المطلوبة مش المعدلات العادية، ما ينفعش الا 6 شهور مش سنة. 6 شهور كتير. بقول ده عبارة عن حقل طيران بنعمل ارض، مش كده يا فندم ولا ايه؟ مش كده؟ لا احنا بنتكلم ليه؟ عشان يبقى اللي احنا عملناه ده كمان يبقى مستكمل بالظبط. ثم 450 مليون جنيه كتير قوي. نجيب الشركة اللي هتشتغل من فضلكم تبدأ شغلها لغاية لما ندبر الفلوس، لكن احنا هندبر الفلوس الاول وبعدين نعمل لا لا لا، مفيش وقت. احنا بنتكلم على 4-5 شهور نكون عملنا ان شاء الله. طبعا نكون عملنا حقل الطيران ده عشان يبقى كده المطار بتاعنا جاهز. دي ارجو ان ده يعني لا يقلل من اللي انتوا عملتوه، بس احنا بنقول ان المعدلات اللي احنا محتاجين نشتغل بيها عشان ندي الامل لنفسينا وللمصريين، ومش هتنفع الاسعار الطبيعيه برضه. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، بنقول يا فندم من فضلكم اللي بيشتغل معانا دلوقتي وقت العطاء لمصر. اللي بيكسب قبل كده اي ما كان مكسبه قلل، عشان ايه؟ عشان حجم الجهد والانتاج اللي احنا بنعمله ضخم جدا، لان اللي احنا عايزين نعمله كبير قوي. طب هنعمله ازاي؟ احنا عايزين كل يوم، وانتوا هتشوفوا ان شاء الله معانا كلنا حجم العمل اللي اتعمل واللي هيتعمل خلال اللي يمشوا قليلة القادمة. محتاجين كتير ونتحرك كتير عشان المطلوب كتير، وعشان لما بنقول للمصريين في امل حقيقي، لا في امل طبعا. انتوا عندكم شك ولا ايه؟ احنا ناجحين وهننجح بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا ناجحين وهننجح، وهتشوفوا ان شاء الله من الغردقه، وهنشوف حاجات تانية كتير. احنا بنبني وهنبني ولازم، بس مش هقول شويه صبر، لا، شويه ثقه مع الصبر. دي نقطه مهمه جدا احنا محتاجين، واحنا شغالين نقولها دايما لنفسينا. محدش عمل اللي انتوا عملوه، مش انتوا يعني، احنا المصريين اللي عملوه المصريين كبير قوي قوي. اسمحوا لي اقول لكم حاجه صغيره يعني. في حادثه صعبه قوي حصلت في مدرسه في دوله مات فيها 141 تلميذ، قتلوهم 9. دخلوا على المدرسه وقتلوا 141 تلميذ، غير الدوله الثانيه اللي كان فيها رهائن مش عارف ايه. انا لما بقول الكلام ده مش بفكر الناس عشان اخوفها، لا، انا بقول الكلام ده وبلح عليه عشان لازم تكون قدام عينينا. المصريين ما بيخافوش، ولو كانوا بيخافوا ما كانوش يتحركوا وعملوا اللي هم عملوه في 30/6. لا، ما بيخافوش، لكن احنا بنفكر نفسينا عشان دايما الكتلة المصرية واحدة ما تتفككش. كل اللي بيتحرك عارف كويس قوي، واسمحوا لي اقول لكم، انا بكلم كل المصريين اللي بيتحرك مخوفة قوي الكتلة دي. اول حاجة كمان ومخوفة قوي ان الكتلة دي تبقى ورا حد. ما هو اصل، طب هنعمل ايه؟ مش عارفين نفصل بين المصريين، ادي واحد. طب عايزين نفصل بين المصريين واللي هم اختاروه، ينفع؟ لا 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 لا، هو ده الخطر اللي انا بنبه عليه. كلنا باختلافنا، باختلاف ارائنا، باختلاف توجهاتنا، اختلفوا زي ما انتوا عايزين في الكلام وفي الفكر وفي الاعتقاد كمان، لكن اوعوا ابدا حد يخلينا نختلف على بلدنا ابدا. ما ننقسمش ابدا. محدش هيقدر على مصر طول ما اهلها
كتلة واحدة. أرجو إن النقطة دي إحنا كلنا إعلاميين وسياسيين ومثقفين ومفكرين ومواطن مصري عادي وشباب مصر العادي حاططها في دماغه. طول ما انتوا كده ما تقلقوش على بلدنا. عايز اقول لكم على حاجه، انا ما كنتش مرتب بصراحه كلمه، يعني ما فيش حاجه اسمها نظام، مفيش حاجه، في حاجه اسمها مصر، دوله مصريه. الشعب المصري ينتخب، يجيب الرئيس يمسك دوله واقفه على حيلها، مش نظام كل شويه يتغير، ولما يتغير نقول عايزين. لا 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 لا، هي دوله مصريه، مؤسساتها، اعلامها، قضائها، شرطتها، جيشها، كلها على بعض بتشتغل عشان خاطر بلدها، مش عشان خاطر حد. يتغير الحد يجي حد تاني يكمل بالدولة المصرية، يكمل بالدولة المصرية، مش بحد تاني. مهم قوي ان احنا ننتبه للكلام اللي انا بقوله ده. انا عايز اقول لكم محدش هيقدر يرجع مصر ورا. مش كلام بنقوله كده عشان نخيب خاطر الناس. هو انتوا مش واخدين بالكم انتوا عملتوا ولا ايه؟ انتوا غيرتوا الدنيا كلها. يبقى في حد هيجي غصب عن المصريين ويقول انا، هو ما حدش اتعلم ولا ايه؟ هو الناس الاربع سنين اللي فاتت ما علمتش حد؟ ما علمتهمش ان ما تقربش؟ مش عشان انا همنعك، عشان الشعب هيمنعك. مش كده ولا ايه؟ انا ما بمنعش حد، لكن المصريين هم اللي هيمنعوا، هم اللي عينيهم على بلدهم، خايفين عليها. احنا خايفين على بلدنا كلنا وهنحافظ عليها، وكمان لو عايزة ان احنا نموت عشان خاطرها نموت عشان خاطرها. فانا بس عايز اقول بمناسبة الافتتاح ده حاجة كده، لسه كتير ان شاء الله، في شغل كتير بيتعمل وهيتعمل، وفي امل كبير لينا بفضل الله سبحانه وتعالى. كل الامل ده مبني عليكم انتوا يا مصريين، على العمل والثقة والصبر، العمل والثقة والصبر. ثم محدش من فضلكم يفرقكم عن بعضكم ولا يفرقكم عن حد تاني. كتلة واحدة مع بعضنا، ومحدش يخش بيني وبين المصريين. بقولها للآخر بقى، محدش يخش المصريين. جزيلا، شكرا جزيلا.